يا مساءكم فل يا حلوين، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بالف خير. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، ده لانه فيديو دلوقتي ولاي وقت تقدروا تدخلوا تشوفوا فيه الموضوع ده. زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو ان احنا بنحاول ننقذ الميد ترم او حتى اي امتحانات او اي تاسك عندنا قرب يجي ميعاده. فانا شايفه ان دي طريقه او اسلوب هيساعدنا جدا وجدا وجدا وجدا. انا عارفه انا بقول جدا جدا كتير في الفيديو ده، بس صدقوني هتستفادوا منه. زمان لما كنت بذاكر ودلوقتي كمان لما بقيت بذاكر للمحتوى بتاعي وبحضر له، كل يوم كنت ابدا بحماس شديد، وبعدين بعد لما بخلص واخش انام بحس بتأنيب ضمير مش طبيعي، واحس ان انا ما عملتش اي حاجه خالص، لحد لما قررت ان انا اعمل لنفسي نظام بسيط. لو انتم متابعيني كويس قوي على اليوتيوب هتلاقوا في سلسله انا عاملاها اسمها 30 يوم بدون، ودي انا فيها بعود نفسي وبمرن نفسي على عادات جديده، خصوصا في موضوع الاكل والدايت. بس كمان الموضوع ده مهم جدا جدا في حياتنا العمليه، خصوصا ان اغلبنا واغلب البني ادمين واغلبنا واحنا عايشين سواء في مصر او في اي دوله تانية، اكتر فتره في حياتنا بتعدي علينا هي الفتره اللي فيها دراسه وفيها مذاكره وفيها امتحانات. فقررت ان انا اعمل نظام بسيط مش معقد، بس غير كل حاجه. ده يا جماعه جدول انقاذ الميد ترم. ايوه، جدول انقاذ الميد ترم. وكملوا معايا الفيديو للاخر لان هتعرفوا ان الجدول دوت هتقدروا تاخدوه فور فري وعليه كود خصم كمان. هفهمكم كل حاجه بس لما نوصل للنقطه دي. فانا عملت جدول انقاذ الميد ترم وهوريكم خطوه بخطوه ازاي ممكن تستخدموه وازاي ممكن يفيدكم. اكبر مشكله في المذاكره من وجهه نظري هي مش الكسل، هي مشكله انك حتى مش عارف تبدا منين. هل تذاكر؟ هل تفتح الكتاب؟ ولا تحل؟ ولا تركز؟ ولا تعمل ايه بالظبط؟ فكره ان انت مشتت دي بصراحه يعني على مدار سنين مخلياني متضايقه من نفسي، وبحس ان انا ما بعملش اي حاجه ومفيش اي انجاز. يعني تحسوا ان احنا بنقعد نضيع وقتنا في التفكير، نفكر ازاي نعمل الحاجه بدل ما نقوم نعملها. والكلام ده ينطبق على المذاكره على فكره. انا عايزاكم تعذروا الاصوات اللي هتبقى حواليا عشان انا بنتي صحيت ومش هعرف ان انا اقفل الفيديو، لازم اكمل لكم الفكره. اول واهم حاجه انا حددتها في النظام بتاع جدول انقاذ الميد ترم هي تحديد 3 مهام. وايوه، هنحدد 3 مهام في الاسبوع كله. ممكن تحدد اكتر، مش 10 مهام ولا 20 مهمه هم اللي هيحددوا الموضوع او ان احنا نقدر ننجز بيهم. لا، الفكره كلها ان احنا هنحدد اهم 3 مهام في الاسبوع. انا من وجهه نظري انت لما هتحدد 3 مهام هتركز عليهم كويس جدا جدا جدا، ده غير ان في ادوات هتساعدنا على فكره جنب الجدول ده، عشان لو خلصنا المهام اللي احنا حاطينها لنفسنا هنقدر ان احنا نحط مهام تانية بعدها. وانا بقصد بالمهام حاجه تكون كبيره، يعني مثلا عايز اخلص تشابتر معين او عايز اخلص 3 تشابتر، فده انجاز بتاع اسبوع. عايز اخلص تماريني، عندي مشاوير مهمه او مصالح حكوميه عايز اعملها. مش شرط بس تكون في خلال المذاكره، لا، انت بتنقذ نفسك ويومك ودنيتك من انك تفكر، لا، انت بتخرج كل حاجه وبتفرغ كل حاجه في الورقه. فزي ما قلت لكم بنحدد اهم 3 مهام، مثلا عايزين نراجع تشابترز، عايزين نحل امتحانات قديمه، عايزين نحفظ قوانين، ايا كانت الماده ايه اللي انت محتاج ان انت تمسكها في الاسبوع دوت او المواد اللي انت هتمسكها في الاسبوع دوت. لما بتحدد 3 حاجات بس مخك بيبدا يستريح، يحس ان في شويه راحه بدل ما هو مضغوط جدا بان انت محدد له مهام كتير وحاجات كتير المفروض ان هو يعملها. هندخل بقى على الادوات اللي هتساعدنا في ان احنا ننجز نفسنا وننقذ الميد ترم بتاعنا. اول حاجه وهي الهايلايترز بصراحه من اكتر الحاجات والادوات المكتبيه اللي انا بحبها وقريبه لقلبي. وانتوا عارفين ان انا بحب الدرجات الباستل، مش بحب الدرجات النيون، بس كل واحد فينا على حسب اختياره، على حسب راحته، على حسب الحاجه اللي بيحب ان هو يستخدمها. بس لازم ناخد بالنا من حاجه، ان من اكبر الغلطات اللي بتعدي على اغلبنا ان هو بيستخدم الهايلايتر فقره تلوين، يفضل ماشي يخطط يعلم على كل حاجه قدامه ويعمل هايلايت عليها. الهايلايت ما اتعملش عشان كده، الهايلايت اتعمل عشان تركز على نقط معينه. فكره ان انت يكون عندك ست هايلايت فيها الوان مختلفه دي بتخلي مخك يتحفز ان هو يركز على حاجات معينه. يعني مثلا هتربط اللون الاصفر بالحاجات المهمه، هتربط اللون الاحمر او البينك بالحاجات الضروريه، الضروره الملحه انت متاكد ان دي هتيجي في الامتحان. هتعلم على باللون الاخضر مثلا على حاجات انت شايف ان السؤال ده انت محتاج ترجع له تاني، وهكذا. ايا كان دماغك فيها ايه، انت اللي بتختار
بتختار الالوان وانت اللي بتختار تحدد كل لون مدى اهميته وبيعمل ايه وعباره عن ايه. فالهايلايتر مش مجرد حاجه بنعلم بيها على الكلام، لا انا شايفه ان هي حاجه مهمه جدا وذكيه لو استخدمناها بطريقه صح. تاني حاجه محببه الى قلبي وهو الستيكي نوت. زي ما انتم متابعيني من زمان او لو اول مره تتابعوني هتعرفوا ان انا مهووسه بالستيكي نوتس، وبعمل فيديوهات كتيره ممكن ابقى اسيبها لكم هنا للستيكي نوتس وليه قد ايه انا بحب كولكت الستيكي نوتس واشكال كتير احجام كتير. بصوا انا مجنونه ومهووسه بالستيكي نوتس. بس ازاي بقى نوظف الستيكي نوتس دي بحيث ان هي تساعدنا في انقاذ الميد ترم والمذاكره؟ حرفيا الستيكي نوت ده هو المنقذ الحقيقي ليا. اي حاجه انا بنساها بكتبها فيه، اي حاجه مهمه انا محتاجه اعملها بكتبها فيه. لدرجه تخيلوا ان انا ممكن حاجات اكون محتاجه ان انا اعملها في البيت وبكتبها فيه عشان ما انساش والزقها قدامي على الحيطه او على الثلاجه او على باب الشارع لو عايزه اسيب رساله لحد في البيت. بصراحه الموضوع فاني وممتع. فانت بالنسبه لك وانت بتذاكر عشان تنقذ الميد ترم فانت محتاج الستيكي نوت عشان تسجل وتكتب فيها الحاجات اللي انت خايف ان انت تنساها، مشاوير مهمه خايف ان انت تنساها، حاجه افتكرتها وعايز تعملها دلوقتي. فوجود الستيكي نوت قدامك على المكتب بلوك كده محطوط ايا كان الشكل اللي انت بتحبه او بتفضله، طول ما هو موجود قدامك هيساعدك جدا انك تنجز الحاجات اللي فجاه بتفتكرها او انت خايف تنساها. نيجي لأهم عنصر في الموضوع كله وفي أهم حاجة في المذاكرة كلها وفي غير المذاكرة، الإقلام. الإقلام من أهم الحاجات اللي احنا طبعا بنستخدمها عشان نذاكر أو نمتحن أو نفكر. حتى أنا بالنسبة لي الجورنالينج والتفكير والكلام ده لازم يكون بالكتابة بالورقة والقلم. المهم الإقلام من أهم الحاجات. في ناس بتحب الإقلام الحبر زي حالاتي، وفي ناس بتحب الإقلام الجل، ده تاني حاجة أنا بحبها بعد الإقلام الحبر، وفي ناس طبعا بتحب الإقلام الجاف. أيا كان نوع الإقلام اللي انت بتحب تستخدمها استخدمها، ذاكر بيها، انا ما عنديش اي مشكله. انا بديك الاختيارات وشوف الانسب ليك واللي انت بتستريح فيه واللي انت عايزه واللي انت حابه واستعمله. بالنسبه للاقلام عندي مقترح انا شايفه ان هو مهم جدا زي الهايلايتر بالظبط. لازم يكون عندك ست فيها الوان مختلفه. اقلام جاف الوان ملونه مفيش مشكله، اقلام جل ملونه مفيش مشكله، اقلام حبر ملونه مفيش مشكله. وكل الاقتراحات اللي انا بكلمكم عليها اللي فاتت واللي جايه كلها هتلاقوها على لبنى ستيشنري. كل الحاجات اللي انا يعني كلمتكم عليها قبل كده قلت لكم ان هي مميزه او حلوه او الريفيو بتاعها حلو وممتاز هتلاقوها موجوده على السايت. اي حاجه انا قلت لكم ان هي مش حلوه مش هتلاقوها على السايت. ايه لازمه بقى الاقلام الملونه او لازمه الالوان معانا في المذاكره وفي انقاذ الميد ترم؟ ان انت نفس الفكره، يعني الازرق هتستخدمه في الكتابه العاديه في المذاكره، الاسود هتستخدمه مثلا عشان تكتب السؤال والازرق هو الاجابه، الاحمر للاسئله او الحاجات المهمه جدا اللي ما ينفعش ان هي تتاجل ومتاكد ان هي مثلا هتيجي في الامتحان، الاخضر مش عارف لايه، البينك لايه، وهكذا. انت عندك مجموعه الوان انت اللي تختار، يعني مش لازم تمشي على اللي انا بقوله، انت اختار. انت شايف ان الاحمر للحاجات العاديه وعايز تذاكر بيه براحتك، وشايف ان الازرق للحاجات المهمه، اوكي، انت اللي تقدر تعمل ده، انت اللي بتتعامل مع دماغك ومع مخك ومع نفسيتك. الفكره ان انا بعرض عليك منتجات تساعدك في ان انت تعمل كده. فطبعا الاقلام بالنسبه لي مهمه جدا، واستخدام اقلام تكون مريحه في الكتابه او مريحه في المذاكره او في الامتحانات. انا كنت عملت فيديوز كتير قوي عن الموضوع ده فتقدروا ترجعوا لها، واحاول برضو ان شاء الله ان انا اسيبها لكم في الفيديو دوت. الحاجه اللي جايه بعد كده في الادوات اللي هتساعدنا ان احنا ننقذ الميد ترم، انا شايفه ان هو حاجه اختياريه مش حاجه اجباريه، يعني ممكن انت تستخدمها او ممكن تسكب النقطه ديت وتشوف حاجه تانية. بس انا كلبنى شايفه ان هي مهمه جدا وبتفرق قوي في النفسيه وفي الدماغ وفي الترتيب وشكل الكراسه قدامك لما تيجي ترجع للي انت كتبته. يعني انا واحده زي حالتي مثلا بعمل السكريبتس بتاعتي بكتبها، بحب اكتبها قوي، بحبش فكره ان انا اشوف السكريبت بس قدامي على الشاشه، لا انا بحب ان انا اكتبه، احس بالحاجه اللي انا هقولها، واحيانا كمان بزود عنها. يعني الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي ده انا مش كاتباه، بس لما بحس بالسكريبت كده وبكتبه ما احبش ان يكون الدنيا فيها شخبطه، لان احنا كلنا بنغلط، يعني مستحيل مفيش حد فينا ما بيغلطش. فوانت بتغلط في الكتابه افضل حاجه ليك انك تستخدم الكوريكتور، ومش اي كوريكتور، هو كوريكتور الشريط. ليه انا بحب الكوريكتور الشريط عن الكوريكتور العادي؟ تقدروا تقولوا ان في اسباب منطقيه وفي اسباب
اسباب شخصيه. لو هنقول الاسباب الشخصيه فانا عندي تروما من الكوريكتور العادي من وانا صغيره. بس لو هنقول الاسباب المنطقيه، الكوريكتورات العاديه يا جماعه يبقى لازم ان احنا نرجها كتير قوي عشان السوائل اللي جواها تختلط مع بعض، لان هو بيبقى فيه جزء شفاف وجزء ابيض. فلما تيجي تنزل الكوريكتور من غير ما ترج، كتير منكم اكيد عمل الموضوع ده وحصل معاه، ينزل سائل شفاف. ممكن نبقى نتكلم عن قصه الكوريكتور وتركيباته وليه في جزء شفاف وجزء ابيض، نبقى نخلي الموضوع ده في فيديو تاني. الكوريكتور بيحتاج رج كتير قوي، دي اول حاجه. تاني حاجه، بعد لما تحطه لازم تستناه ينشف، مش هينفع تكتب على طول لانك هتكتب على ميه، انت بتضيع وقتك. انا بقى بالنسبه لي ما بحبش فكره انت تحسوا كده ان في عك كده، لا انا ما بحبش العك ده خالص خالص خالص، احب الدنيا تبقى منظمه اكتر، فخصوصا في الكتابه والمذاكره. كوريكتور الشريط بقى بيغنيك عن كل الكلام ده. هتقولوا لي يا لبنى احنا دايما نسالك الكوريكتور الشريط ده بيستخدموه ازاي، عشان في ناس كتير ما بتعرفش تستخدمه. الفكره انك تتعلم تستخدمه هتوفر على نفسك وقت ومجهود وراحه ونظافه وكل حاجه. لو انت اول مره تستخدم الكوريكتور الشريط فاعمل اللي انا هقول لك عليه دلوقتي بالظبط زي ما انا بقول لك، وهحاول كمان اصورها لكم عشان تشوفوا وتسمعوا في نفس الوقت ازاي تستخدموا الكوريكتور الشريط. جيبوا اي نوع كوريكتور شريط انتوا عايزينه، او زي ما بقول لكم في مقترحات موجوده على لبنى ستيشنري لو حابين تطلبوا منها وتشتروها. دي اول حاجه. تاني حاجه، افتح الكوريكتور بتاعك وميله على الكراسه بزاويه 45 درجه. بعد لما تميله بزاويه 45 درجه ابدا امشي بيه على الجزء اللي انت شطبته، وبعدين لو انت بروفيشنال ممكن تشيل ايدك عادي، بس لو انت اول مره تستخدمه ارفع الكوريكتور 90 درجه وبعدين شيله. اوتوماتيكلي هتلاقيه قطع الشريط لوحده وفضل ثابت على الكراسه وما تحركش من مكانه. وعلى طول امسك القلم بتاعك وابدا اكتب على الحاجه اللي انت مسحتها، هيكتب معاك على طول ومش هيعمل اي مشاكل. اغلب الانواع اللي انا اتكلمت عليها وعملت عنها ريفيو بينفع ان انتوا تكتبوا باي نوع قلم انتوا بتستخدموه، ممكن تكتبوا بجاف، بجل، بحبر، ايا كان. وبس كده يبقى عندكم الكراسه نظيفه منسقه حلوه جدا وزي الفل، وتقدروا ترجعوا للكلام اللي انتوا ذاكرتوه ده تاني ويبقى مرجع ليكم، مش بس مجرد مكان انت فرغت فيه الكلام وسبته ومشيت. نيجي لواحده من اهم الادوات اللي انا قلت لكم عليها، هقول لكم عليها لما نخلص مثلا ال3 مهام اللي انا محدداهم في الاسبوع وعايزه احط لنفسي مهام تانية او مهام يوميه مش محتاجه ان انا اكتبها في الجدول بتاع انقاذ الميد تيرم بتاعي، وهو التو دو ليست. ممكن تستخدموا اي نوع تو دو ليست، ولو انت مش عندك تو دو ليست فانا بقول لك انت ممكن تعمل لنفسك تو دو ليست. ممكن اي كراسه صغيره او اي نوته صغيره عندك تخليها هي التو دو ليست بتاعتك، مش شرط ان انت تجيب تو دو ليست مخصوص، عشان الناس اللي بتقولي انت بتعقديها ولازم نشتري ده ولازم نشتري ده ويكون عندنا ده ويكون عندنا ده. لا، فكر بمخك، انت محتاج انك تفكر. يعني لما تفكر في حاجه زي كده هتسهل عليك بقيه المذاكره. اتس اوكي، فكر، لكن ما نحصرش نفسنا في حاجه ونقول اصلا انا ما عنديش ده فمش هعمله. المهم لو انتوا حابين ان فعلا المكتب بتاعكم يكون منسق اكتر وحاجاتكم تكون منسقه اكتر، فانا هرشح لكم التو دو ليست بتاعتي من لبنى ستيشنري، ظريفه جدا وللاسف بقت ليميتد في الاشكال، في اشكال خلصت للاسف ودلوقتي في اشكال تانية هي اللي موجوده. هم كانوا 4 سيزونز، الاربع فصول، بس الاشكال اللي موجوده لذيذه جدا وتقدروا تلحقوا الكميه قبل ما تخلص. ده شكل التو دو ليست بتاعتي، وممكن تستخدموا اي نوع تو دو ليست انتوا بتحبوه او بتفضلوه او موجود عندكم ومتوفر عندكم. التو دو ليست بقى خطيره لان هي بتديك الاحساس بالانجاز. انت لما بتحط بوينت معينه ان دي حاجه انا لازم اعملها النهارده، خلاص يعني النهارده انا هصحى من النوم لازم هنزل اروح الجيم، فانت تنزل تروح الجيم، ترجع تعمل صح او تشخبط او تعمل هايلايت ان انت انجزت الحاجه دي. ده في حد ذاته بيديك احساس حلو جدا، احساس الانجاز، فبيخليك تكمل وتقول لا انا هحط هدف كمان. واحذر من فخ الاهداف الكتير، ما تملاش التو دو ليست حاجات كتير 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 هي دي انا عايزه اعملها، لان ممكن في الاخر انت تلاقي نفسك ما عملتش فيهم اي حاجه. فلا ما تشتتش نفسك وتقول انا هكتب كل دول، لا انجز، ولما تنجز علم وابدا اكتب اللي بعده وهكذا. الموضوع ده هيفرق معاكم جدا جدا جدا. التو دو ليست دي خطيره جدا يا جماعه، لان هي بتحمسكم اكتر واكتر ان انتوا تعملوا اكتر واكتر. فبصراحه انا شايفه ان هي من اهم الحاجات اللي انا سجلتها عندي، ان انا حتى كاتبه ده بيخليك تخلص بجد مش مجرد انك تبدا، ففعلا دي حقيقه. نيجي لحاجه ظريفه الصراحه انا عملتها في جدول انقاذ الميد تيرم، وهي الووتر تراكر او متتبع الميه. وهو الصراحه حاجه ظريفه قوي ولطيفه، او انتوا تقدروا ان انتوا تعلموا عليها صح مثلا او بالهايلايت وات ايفر، بس انا حبيت ان انا اعملها ملونه عشان تبقى ظريفه كده لما تكون موجوده في الورقه. الفكره ان احنا نشرب ميه، ولما نشرب ميه كتير يعني stay hydrated زي ما بيقولوا، فلما انت تكون stay hydrated وتكون مرطب نفسك كده، الموضوع ده بيفرق في تركيز المخ بنسبه 100%. انا الصراحه
بصراحه يعني قريت الموضوع ده، مش قادره اجيب لكم مصادر ولا مدى دقه النقطه دي، بس شرب الميه مهم جدا ومفيد جدا، يعني كل الناس عارفه الموضوع ده. فدي حاجه من الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا ايه ده انا ما شربتش ميه النهارده، فاهمين؟ تشوفوها قدامكم، انا ما شربتش ميه النهارده، لا هقوم اشرب. او انا حاطط الميه جنبي، انا كده بيرفكت، انا شربت ميه، لا هقوم اجيب تاني. كانك بتتشالنج نفسك ان انت تفضل ماشي صح، بتاكل صح، بتشرب صح، بتذاكر صح، فتلاقي نفسك وصلت للهدف اللي انت عايزه وعايز توصل له. في خانه بقى في الجدول بتاع انقاذ الميد تيرم دي، وهي مكافاه اليوم. انا الصراحه شفت الموضوع كده وقلت اما اسيبه مفتوح. ممكن تخليها مكافاه اليوم نفسه، يعني كل يوم 7 ايام في الاسبوع كل يوم مكافاه. وانا شايفه ان ده تو ماتش قوي عليا انا كلبنى، لو عملت حاجه زي كده مش هنجز بصراحه. فانا شايفه ان 3 سطور ب3 مكافآت انت ممكن تديهم لنفسك في الاسبوع كله، دي حاجه حلوه قوي. ان انت مثلا تشوف فيلم انت كنت عايز تشوفه، تكمل مسلسل كنت عايز تكمله، خروجه كان نفسك فيها فظبطتها فخرجتها، يعني ايا كان بقى انت مقسمها ازاي، يعني فاهم؟ او ايه هي الحاجه اللي انت نفسك تعملها. بس الحاجه المفيده جدا للمخ بجد، لان وللتركيز والكلام ده، ان انت تكافئ نفسك لما توصل لهدف معين. كافئ نفسك. انا نفسي حطاه في ان انا لما اوصل لان انا امشي على عادات جديده، لو نجحت فيها بكافئ نفسي وهكذا. فلما بنجح فيها وكافئ نفسي، بخش على العاده اللي بعدها بنجح فيها وبعدين اكافئ نفسي وهكذا. فبلاقي نفسي ببني نفسي واحده واحده، وابني عادات كويسه واحده واحده واحده. نفس الكلام ونفس القصه في الامتحانات وفي المذاكره وفي اي نجاح انت عايز تعمله. اقدر اضمن لكم ان في اقل من اسبوع هتحسوا بفرق وتغيير كبير جدا لو مشيتوا على التراكرز اللي انا عاملاها والجدول اللي انا عاملاه في انقاذ الميد تيرم بتاعكم، او حتى انقاذ الامتحانات بتاعتكم. يا حبيبي ايه شطور بيذاكر، يا ناس ماسك القلم والنوتة زي مامي ايه شطورة، بتذاكري؟ ماشي انا موافقة، ذاكري بس اخلص الفيديو. فلو مشيتوا بنفس الطريقه اضمن لكم انكم في اقل من اسبوع يومكم هيتغير، اسبوعكم هيتغير، امتحاناتكم نفسها لما تدخلوها هتلاقوا في تغيير ملحوظ، وان انتوا قدرتوا ان انتوا تحلوا حاجات ممكن كنتوا متخيلين ان انتوا ما تعرفوش تحلوها، مواد ما كنتوش متخيلين ان انتوا هتقدروا تنجحوا فيها. فرق التركيز والانجاز يا جماعه بيبقى مش طبيعي لما تنظموا دنيتكم. اللي بيعمل كده مش عنده نوع من انواع الذكاء الخارق، هو فكره ذكاء التنظيم. وده انا الصراحه يعني ادركته مؤخرا. انا ما كنتش منظمه بالشكل دوت، بس بحاول كل لما ابقى مش منظمه في حاجه ابقى منظمه فيها، اكون مش مرتبه حاجه ارتبها، ويبقى انجاز حقيقي مش مجرد كلام وكتاب على الورق وخلاص. طيب يا لبنى، جدول انقاذ الميد تيرم دوت ممكن نلاقيه فين؟ انا عملته لكم وسايبه لكم اللينك بتاعه، تقدروا تحملوه فور فري، مش بأي فلوس ولا أي حاجة. ده مش منتج بفلوس، المنتج ده أنا عملته، وبما أنه أول ديجيتال برودكت أنا أعمله فحبيت أنه هو يكون فور فري. ومش بس فور فري، لما تطبعوه لو أنتوا حابين تستخدموه زي حالاتي أنا طبعا الورقة أهوت، فلو أنتوا حابين تطبعوه تستخدموه هتلاقوا تحت مكتوب كود الخصم ميد تيرم. لما تدخلوا على لبنى ستيشنري عندي السايت بتاعي بتاع الأدوات المكتبية وتدخلوا كود الخصم ميد تيرم بعد لما تعملوا الأوردر بتاعكم، هيديكوا خصم حلو جدا جدا جدا، وانا عاملاه لاول 50 شخص. مش هخلي الخصم الاكتر من كده، هيفضل شغال لحد 50 شخص. لما يستخدموا الكود ده هيخلص وهيختفي، فهو يعتبر ليميتد. بس عشان خاطركم، عشان خاطر ان انا عملت لكم جدول ظريف جدا، محتوياته حلوه جدا من ايام الاسبوع، المواد بتاعتكم والفصول او المواضيع اللي انتوا عايزين تذاكروها. من الاهم 3 مهام: مكافأة اليوم، ومتتبع المية او الووتر تراكر، وتحت فيه ملاحظات لو انتوا حابين تضيفوها لنفسكم، عشان لما تبقى الورقة قدامكم ما تنسوش اي حاجة مهمة انتوا حابين ان انتوا تذاكروها. فنصيحة مني، ما تستنوش ابدا وابدأوا، لان لو استنيتوا الحماس يجيلكم وان انتوا تبدأوا تذاكروا مش هتذاكروا. انا حاولت في الفيديو ده ان انا اساعدكم بالحاجات اللي انا لما جربتها فرقت معايا قوي في انجاز مهمات معينه. فلما طبقت نفس النظريه على الامتحانات لقيت ان هي ناجحه جدا. فما تنسوش تحملوا جدول انقاذ الميد تيرم وتستفيدوا من كود الخصم بتاعي على الويب سايت بتاع لبنى ستيشنري. وان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب جميعا، ودايما في الامتحانات او غير الامتحانات وكلنا نكون ناجحين يا رب. اتمنى
تكونوا استفدتوا في الفيديو النهارده. ما تنسونيش اللايك الشير لو عجبكم الفيديو، واستنوني ان شاء الله في فيديوز تانية كتير، ريفيوز، فلوجز، تجارب، كل حاجه انتوا حابين ان انتوا تشوفوني فيها وانا كمان حابه نفسي ان انا اشوف فيها ان شاء الله اعمل عنها فيديوهات. بحبكم جدا. باي باي.